جين في الجزء الثاني واللي آخر حلقة منه اتعرضت يوم 22 أكتوبر. في الحقيقة الموسم الثاني واجه تحديات كبيرة خصوصا مع موت الممثل تشانس بيردومو واللي عامل دور أندريا أندرسون في المسلسل، وده اللي خلى صناع العمل يموتوه في المسلسل برضه ويحكوا قصته بشكل بطولي ويخلوا السيزون الثاني كله هو تكريم لبطولاته والذكر اسمه. وجنب ده بقى بتستمر صراعات ماري مورو جوه مدرسة جودولكن مع وجود مدير جديد للمدرسة اسمه سايفر واللي عايز يموت كل السوبر هيروز اللي مالهمش لازمه زي تطهير مبني على الكفاءه كده. وماري مورو بتبين قدراتها الحقيقيه وهو ان قوتها مقاربه لقوه هوملاندر، وده اللي هيكون الجسر للجزء الخامس من ذا بويز واللي هيوازن القوه بين المتمردين وفوت. بس في نفس الوقت ده كان من عيوب الجزء الثاني، لان الجزء الثاني كان فيه مط ملحوظ قوي، يعني الموضوع ما يستاهلش 8 حلقات، كان ممكن يخلص على 5-4 حلقات وخلاص. يعني اتعرض خطوط جانبيه لشخصيات مش مهمه ومش هتاثر في القصه الرئيسيه. طب ليه بتعرض لي حاجه زي كده وبتمط في حلقات المسلسل؟ وكمان قفله الجزء الثاني والكلوجر بتاع الشرير الرئيسي للجزء الثاني ما كانش حلو اطلاقا وما عجبنيش، حسسني ان انا بشوف حاجه المارفل كده اللي هو احنا هننتصر بقوه الصداقه وعشان لمتنا الحلوه دي. والكرنجات دي وعدم وجودها في عالم ذا بويز كان هو اكتر حاجه بتميز عالم ذا بويز، فكانت حركه مش حلوه انهم يكسروا التابو ده ويقلبوه لكرنج. وتقييمي لجين في سيزون 2 هو 6.5 من 10، ومستني طبعا الجزء الخامس من ذا بويز واللي احتمال يتعرض في 2026. وبكده تكون عرفت